في واحد عايز يقابل الدكتور يا هنادي. واحد ايه؟ انت مش شايف الدكتور مزاجه متعكر؟ ايه؟ روح انت بس وبلغيه، مالكيش دعوه، بطلي لات. لا يا اخويا مش هبلغه، انا مش حامل شخطتين منه، روح انت. ده انت بنت جبانه. في ايه يا هنادي؟ مفيش حاجه يا دكتور. بالراحه قلت لك، مش عايز دبدبه. حاضر. مغاوري عايز حضرتك. في ايه يا مغاوري؟ في واحد بره طالب يشوفك. واحد مين؟ ما قالش. طب روح اندهله. حاضر يا استاذ. انت في تحسن دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور. احسن. ربنا يخليك. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا اسمي علي. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت من غير ميعاد، بس الموضوع اللي انا جاي لحضرتك فيه ما ينفعش يتاجل اكتر من كده. طب اتفضل استريح. روح انت يا مغاوري. حاضر. بعت لنا 2 قهوه يا هنادي. حاضر يا دكتور. خير يا فندم، موضوع ايه؟ موضوع بخصوص اخت حضرتك الانسه سما. سما. تصرفات ايه بالظبط اللي انت شاكك فيها؟ بص يا دكتور، انا علاقتي بعفة في الفتره الاخيره قويه جدا، بس انا لاحظت ان هي في الفتره الاخيره بالذات مش طبيعيه خالص. ده غير انها قطعت علاقتها بمامتها تماما، ما بتروحش البيت اصلا، على طول سهرانه لحد وش الصبح، وساعات بتروح المقابر عند ابوها تقعد تعيط. بس كل ده طبيعي جدا. عفة اصلا علاقتها باهلها عمرها ما كانت مظبوطه. تمام، الكلام ده كان ممكن يبقى صح جدا لحد اللي انا سمعته منها النهارده. سمعت ايه من عفة؟ عفة بتتهم امها ان هي اللي ورقت لابوها، ولو فكرنا شويه بس في الكلام ده احتمال كبير قوي ان هي صح. انت مهتم ليه بالموضوع ده؟ عشان واثق ان سما بريئه. لحظه واحده. اتفضل. الو. اهلا وسهلا. انا دكتور. دلوقتي؟ طب ما ينفعش في التليفون؟ طيب حاضر. ماشي، انا جاي حالا جاي حالا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انا ما قلتش، انت اللي قلتي. انا ما قلتش حاجه من الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. لا قلتي، والناس سمعتك في النادي ان انت قلتي ان مامتك اللي قتلته وواجهتيها بالكلام ده. انا اقول اللي انا عايزاه، انت مالكش دعوه. الكلام ده بجد يا عفة؟ بجد كمان؟ انت مجنونه ولا ايه؟ انا كل الموضوع ان انا كنت عايزه انكد على ماما واعرفها في حياتها شويه، لكن انت مالكش دعوه باي حاجه في حياتي. طب اهدي بقى عشان احنا في مصيبه دلوقتي، خليه يتكلم. ما لا يتكلم بلانينا، المصيبه دي عندكم مش عندي، ما حدش له دعوه بيا وخلص الكلام. ما خلصش يا عفه الكلام، ما خلص. خلص يا علي، خلاص يا عفه بقى، احنا اصحاب، ملوش لزوم الكلام ده. ملوش لزوم ازاي في واحده مرميه في السجن ظلم؟ يا سلام، انت كل اللي همك الزفته بتاعتك المرميه في السجن، عايز تدخل امي مكانها. لا يا علي، امي مش هتدخل السجن مكان الزفته بتاعتك دي. وعشان تبقى عارف بقى، انا لا شفت حاجه ولا اعرف حاجه ولا قلت حاجه، واعلى ما في خيلك الكون، انا ما شفتش. لا شفتي. خلاص يا علي، قالت لك ان هي ما شافتش، صدقها بقى. لا شافت. على العموم انا قلت لعمر على كل اللي انا عرفته، وهو بقى يبقى يتصرف معاكي. هو ايه اللي حصل بالظبط يا دكتور؟ لقيناها مخبوطه قصاد المستشفى فلحقناها، ربنا يجيب العوام سليمه. يا رب. معقول يا استاذ حافظ اللي عمله الدكتور عمر ده؟ عمل ايه؟ الدكتور عمر قتل الدكتور غازي. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ بالنسبه لصفوه يا دكتور، هتودوها المستشفى النفسي وتسلموها هناك. مين الاستاذ؟ ده الاستاذ حافظ عم الدكتور عمر. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم حاجه. وبعدها لك يا حافظ، كل ما تقرب من حد يروح منك، كل ما تطمن وتحس ان الدنيا اختشت على دمها واديتك وشها العدل، تفوق على كف يفوقك
وتلاقي روحك لوحدك. من تاني لوحدك، لا ابن ولا ونيس ولا أهل ولا عمر. مفيش بعيد بيقرب، ومفيش حاجة مضمونة، وكله في الآخر يدوب صورة في برواز. ايه ده؟ دي عفة. اللي كنت بتحكي عنها؟ ودي اللي جابها هنا دي. تعال هنا، راح فين؟ احسن حد يطص فيه. خليك هنا، انا راجع لك. تعال. ريس، هو في ايه؟ اخويا ما اعرفش. دكتور عمر راح فين؟ نفض يا اخويا زي ما يكون تعبان قرص ولا حاجه، وجرى ورا البيت اسمها عفه دي. عفة مين؟ مش عرفتي. الله يبارك فيك يا حبيبتي ويكفيكي شر الحوجه. ادعي لي والنبي يا حاجه، بالي يرتاح واعرف انام. يا رب يا حبيبتي يهدي لك بالك ويريح لك حالك ان شاء الله. وايه اللي شاغل بالك ومخليكي مش عارفه تنامي يا عفة؟ عمر؟ مفاجأة مش متوقعة. مش انت ايه اللي جابك هنا وليه عامل في نفسك كده؟ نفس اللي جابك هنا. بس تفتكري بقى شوية الأكل دول على حبة الفكة اللي بتوزعيهم هيريحوا بالك وهيريحوا إحساس الذنب. انت عرفت منين ان انا هنا يا عمر؟ الاسم والنصيب، نفس الاسم والنصيب اللي ضيعوا مني يوم وصحيت لقيت نفسي لابس في عيل مش ابني. فاكرة ولا مش فاكرة؟ انا مش فاهمه انت عايز ايه مني بالظبط. أنا اللي عايزه ولا أنت اللي عايزة؟ مرة تنغصي عليا حياتي بكدبة ملهاش أي معنى، ودلوقتي أمك عايزة تلبس أختي جريمة قتل هي ملهاش أي ذنب فيها، وأنت عارفة كده كويس. امي ملهاش دعوه، ما تصدقش حد خالص يا عمر. بجد والله؟ ويوم الحادثة مش أبوكي كان معاكي في النادي وزعلتيه؟ ولما علي اتكلم معاكي ضميرك وجعك وطلعتي وراه عشان تلحقيه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا عمر، بس جريت وراه ما لحقتهوش. لا لحقتيه يا عفة، لحقتيه وعلي شافك. شاف ايه؟ ايه اللي جابك؟ قلت لك ما تجيش هنا. ما انا قلقت عليك وانت ما بتردش عليا. يلا يلا يلا، عفة هنا. واكيد روحتي وراهم وشفت امك وهي بتحط السم وقتلته. انطقي. حمود حرام عليك. حرام عليكم انتوا، اختي هتتشنق. حرام عليكم، حرام عليكم. ارحميها وقولي الحقيقه، قولي. وما رحمتنيش هي ليه الاول لما خطفته مني، لما خدت مكاني في حضنها. كان هي المفروض اللي تموت، ما كنتش اقصد اموته. ما كنتش عايزه اموته، كانت نفسي هي اللي تموت.